أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في النشرة الجوية. تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية في نشرة إنذارية خاصة من المستوى البرتقالي نزول زخات مطرية عاصفية ستتراوح ما بين 20 و 50 ملم بكل من الجديدة أسفي سيدي بنور برشيد القنيطرة، وما بين 30 و 60 ملم بكل من بني ملال الظلال الفقيه بن صالح وخنفرة، مع نزول تساقطات ثلجية سيتراوح سمكها ما بين 20 و 45 سنتيمتر بالمرتفعات التي يتعدى علوها 1700 متر، مع هبوب رياح قوية ستتراوح سرعتها ما بين 75 و 85 كيلومتر في الساعة بكل من الجديدة أسفي اليوسفية الصويرة سيدي بنور وكذلك بمدينة شيشاوة، وما بين 75 و 90 كيلومتر في الساعة بكل من ورزازات ميدلت تنغير ترودنت الظلال الحوز زاغورا وطاطا. وعرفت بلادنا كذلك بعض التساقطات المطرية، حيث سجل إلى غاية الساعة 6 من صباح اليوم بمدينة طنجة 30 ملم، بني ملال 12 ملم، تطوان 11 ملم، إفران وتوريرت 9 ملم، العرائش 8 ملم، بوعرفة 7 ملم، القنيطرة وجدة وشفشاون 6 ملم، 5 ملم بميدلت، 4 ملم بمدينة سلا، 3 ملم بتازة، ومليمترين برباط الناظور ومكناس. وعرفت كذلك بلادنا تساقطات ثلجية، حيث سجل بمدينة الحسيمة بجبل تدغين 7 سنتيمترات بالقمة و3 سنتيمترات بالسفح، بجبل زينب سنتيمترين، بجبل حمام 3 سنتيمترات، بجبل موريق 20 سنتيمتر، بجبل أعيوي 20 سنتيمتر بالقمة و10 سنتيمترات بالسفح، بجبل أزرقي 15 سنتيمتر بالقمة و5 سنتيمترات بالسفح. وفي تحليل صورة الساطل نلاحظ تساقطات ثلجية بالريف بالمرتفعات التي يتعدى علوها 1000 متر، مع طقس غائم تحديدا بمنطقة طنجة بالواجهة المتوسطية بالشمال الشرقي للبلاد، وكذلك بهضاب الفوسفات، وباقي المناطق الأخرى ستكون السماء قليلة السحب إلى نسبيا غائمة. غدا بحول الله بالمنطقة الشمالية يتوقع دائما نزول تساقطات مطرية محليا عاصفية بالمناطق الشمالية وكذلك بالوسط، بمنطقة الأطلس، بالريف وكذلك بالشرق، مع نزول تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس بمنطقة الريف وكذلك بالهضاب العليا الشرقية للمملكة. ودرجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين درجتين تحت الصفر بمدينة بولمان، 0 درجة ستسجل بمدينة إفران، 6 درجات بوجدة، 7 درجات بمدينة تازة الحسيمة وزن وكذلك بتونات، 6 درجات بفاس، 5 درجات بمكناس، و10 درجات بمدينة الرباط. وخلال فترة الظهيرة سيشير المحرار بحول الله إلى 13 درجة بوجدة، 15 درجة بالحسيمة، بتطوان وكذلك بطنجة، 13 درجة بالعرائش، 16 درجة بالرباط، و17 درجة بمدينة الدار البيضاء. بالمنطقة الوسطى يتوقع أن يظل دائما الطقس بارد مصحوب بصقيع بالأطلس، وكذلك نزول تساقطات مطرية محليا وثلوج كذلك بمرتفعات الأطلس. بباقي المناطق الأخرى ستكون السماء قليلة السحب إلى نسبيا غائمة. درجات الحرارة الدنيا ستعادل 3 درجات بورزات، 5 درجات بالرشيدية، 8 درجات بمدينة الفود، 11 درجة ستسجل بزاغورا، و10 درجات بمدينة طاطا. ودرجة حرارة النهار ستتأرجح ما بين 12 درجة ببني ملال، 16 درجة ستسجل بمراكش وكذلك بترودنت وبمدينة أكادير. بشمال الأقاليم الجنوبية يتوقع بحول الله تكون ضباب بالقرب من السواحل، وباقي المناطق الأخرى سماء قليلة السحب إلى نسبيا غائمة. درجات الحرارة ستعادل 10 درجات بمدينة زاك، 11 درجة بالسمارة، 10 درجات ببكراع، و11 درجة بقلة الزمور، 13 درجة ستسجل ببوجدور. ودرجة حرارة النهار
ستعادل 21 درجة بالزاك، 23 درجة ستسجل بطنطا، 24 درجة بمدينة سمارة، ببكرة 23 درجة ببوجدور، 22 درجة بجلة الزمور، 22 درجة ببوجدور، و23 درجة كذلك بمدينة العيون. في اتجاهنا لأقصى الأقاليم الجنوبية يتوقع أن تكون السماء قليلة السحب إلى صافية بأغلب المناطق، ودرجات الحرارة ستعادل 13 درجة ببرنزران وكذلك بأوسط، 15 درجة بالكبيرة، و14 درجة بمدينة الدخلة. ودرجات الحرارة العليا ستسجل 26 درجة بأوسرد، 27 درجة ببرنزران، 23 درجة بالكبيرة، 21 درجة بمدينة الدخلة. حالة البحر: سيكون البحر بالواجهة المتوسطية هادئ إلى قليل الهيجان بعلو 1.20 سنتيمتر، بالبوغاز سيكون قليل الهيجان إلى هائج بعلو 2 متر، ما بين المهدية وطنطان سيكون البحر هائج بعلو 2.50 سنتيمتر، بباقي السواحل سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بعلو دائما 2 متر. المد بمدينة الرباط سيكون على الساعة 7 صباحا و14 دقيقة، و7 عشية و42 دقيقة، والجزر سيكون على الساعة 1 صباحا و4 دقائق، وعلى الساعة 1 بعد الزوال و30 دقيقة. شروق الشمس بمدينة الرباط سيكون على الساعة 7 و59 دقيقة، والغروب في تمام الساعة 7 و20 دقيقة. بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة يتوقع بحول الله يوم الاثنين دائما طقس بارد بالمرتفعات بالشرق، الريف، الجنوب الشرقي، مع نزول زخات مطرية بالمناطق الشمالية وكذلك الوسطى بمنطقة الأطلس، الريف بالشمال الشرقي، وتساقطات ثلجية دائما بالريف بالهضاب العليا، وكذلك تساقطات مطرية ضعيفة بداخل الأقاليم الجنوبية وبجنوب المنطقة الشرقية. بباقي المناطق الأخرى ستكون السماء قليلة السحب إلى نسبيا غائمة. أيام الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة وكذلك يوم السبت طقس دائما بارد بمرتفعات الأطلس وكذلك بالشرق، بالريف، بالجنوب الشرقي، مع بعض الزخات المطرية بالمناطق الشمالية بالوسط، الأطلس، الريف وبالشرق، وتساقطات ثلجية بالجبال وكذلك بالهضاب العليا. بباقي المناطق الأخرى سماء قليلة السحب إلى صافية، ودرجات الحرارة ستعرف بعض الارتفاع الطفيف. وإليكم الآن توقعات دول المغرب الكبير، أوروبا والشرق الأوسط. شكرا لتابع المتابعة، إلى اللقاء.